هو أنا فعلًا أستاهل الأذى اللي بييجي لي؟ هو اللطف الزيادة اللي باعمله مع الناس ده ضعف مني، والّا أنا اللي مش شايف نفسي كويس؟ لو سألت نفسك أسئلة من اللي قُلتهم دُولة يبقى الفيديو ده ليك. كلنا عندنا عيوب وما فيش حد كامل إلا وجه الله، بس ساعات العيب مش فينا، العيب في نظرتنا لنفسنا. ممكن تلاقي نفسك بتقول أنا أستاهل اللي بيحصل لي، كويس إنهم قابلينّي أصلًا رغم عيوبي، وتبدأ تبالغ في اللطف عشان تغطي إحساسك بالدونية. بس خلّيني أسألك، هو فين الإنسان اللي ما فيهوش عيوب ده؟ حتى اللي شايفه مثالي عنده هو كمان حاجات مش ظاهرة. فكرة إنك تتعامل بأقل من احترام لمجرد إنك شايف نفسك أقل دي مصيبة. أنت تستاهل تتعامل باحترام زيك زي أي حد وأكتر كمان. أنت محتاج تتقبل نفسك بعيوبها وتحاول تصلحها، مش تخبيها ولا تذل نفسك علشانها. الكاتب قال لنا مثل على صاحبنا اللي كان بيعاني من زيادة في الوزن، كل ما حد يعلق كان بيتضايق جدا. وأنا أصلا ضد إن الناس تنظر على غيرها، والمفروض إن كل واحد يخليه في حاله. بس السؤال هو ليه كان بيتضايق؟ والإجابة علشان هو نفسه مش متصالح مع حالته، شايف إن شكله ده دليل على فشله، مع إنه لو شاف السمنة دي كحاجة بيشتغل على تغييرها مش عيب كان هيتعامل معاها بهدوء من غير ما يتضايق. في نوع من الشخصيات اسمه المساعد، بيحب يخدم الناس جدا بس بينسى يخدم نفسه. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحتة دي، قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال فأنت أبصر. والمقصود من الحديث ده إن اللي بيحب نفسه وبيهتم بيها يقدر يحب الناس بجد، ويكون عنده قدرة أعلى على العطاء. في ناس بتدي لغيرها لدرجة إنها تنسى نفسها وبعدين تشتكي إن مفيش تقدير، بس الحقيقة أنت اللي نسيت نفسك، نسيت تحط حدود. ادي من غير ما تستنى، بس حافظ على توازنك. لو فضلت تدي وتدي من غير ما تحط حدود هيتحول اللطف لاستنزاف. الأم اللي بتعمل كل حاجة لأولادها في الآخر بتربي جيل مش بيعرف يتحمل مسؤولية. حبك ليهم مش معناه إنك تموت نفسك علشانهم. في ناس بتفتكر إن اللي بيهتم بنفسه أناني، بس الحقيقة هي العكس تماما. الأناني الحقيقي مش بيخاف يكون أناني، هو ما بيشوفش غير نفسه أصلا. أما أنت لو كنت خايف تكون أناني فده دليل إنك مش كده. الكاتب بيقولك حب نفسك وساعد غيرك، بس من غير ما تهلك نفسك وتختفي. خلي عندك حدود واضحة علشان تقدر تدي صح وتحافظ على نفسك في نفس الوقت. انت مش مطالب تبقى كامل، بس مطالب تحب نفسك وتشتغل عليها كمان، وتعرف امتى تقول لأ وامتى تساعد. ابدأ بنفسك، لما تحب نفسك وتقدرها الناس هتبدأ تعمل كده كمان. تقدر تقول امتى آخر مرة قلت لأ علشان تحافظ على نفسك؟ قولي في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.